السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وبخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل احلى غريبة، حاجة كده ناعمة، مكونات من الاخر هتطلعي احلى غريبة في الدنيا، ناعمة بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنتكلم في الفيديو عن نجاح الغريبة، وهنتكلم كمان عن اسباب فشلها عشان محدش فينا يقع في الاخطاء دي. زي دايما ليه الغريبة معايا بتنشف او بتشقق او بتنفش معايا في اثناء التسوية. كل الاسئلة دي انا هقول لكم عليها واجاوبكم عليها ان شاء الله في اثناء الفيديو. يلا تابع معايا الفيديو للآخر وما تفوتيش منه ولا دقيقة، لأن هقولك على معلومات مهمة جدا. وما ننساش نصلي على الحبيب المصطفى سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ مكوناتنا. أول حاجة هحضر البولة بتاعتي وأراعي إن البولة أو العجينة اللي أنا هعمل فيها ما تكونش فيها ولا نقطة مية. تمام. هعاير معايا كده كوباية ونص من السمنة تكون بدرجة حرارة التلاجة، يعني أكون أنا سيحت السمنة وحطيتها في الكوبايات عشان أقدر أعايرها كويس. طب لو أنا هعملها بالمعيار بتاعي أو بالميزان هتكون 330 جرام من السمنة. تمام. بصوا بقى علشان نديها كده بطعم زي بتاعة المحلات احنا ضفنا هنا قصنص حليب، وبعد كده هنضيف معانا باكت من الفانيليا، وطبعا قصنص الحليب ده حسب ما انتي ما تحبي ان انت تضيفيه، لو مش حباه مفيش اي مشكله، بس عايزه اقول لك بيدي ريحه كده حلوه جدا. والكميه اللي انا بضيفها من قصنص الحليب هي نص معلقه صغيره بس مش اكتر من كده. تعالوا بقى نضيف السكر بتاعي. انا ضفت هنا حضرت معايا كوبايه الا ربع من السكر، لازم يكون بودر وناعم جدا. بصوا انا ضفت الاول نص الكميه كده وهبدا ان انا اقلب بالمضرب قبل ما اشغله، علشان طبعا ما يبهدلش الدنيا معايا ولا يتنطور السكر. طبعًا عشان السمنة عندي متلجة أو ساقعة فبتبقى صعبة شوية في الأول، بس هتمشي معايا. أول ما يبتدي السكر إن هو يسخن بالمضرب، هيبتدي على طول السكر إن السمنة تبتدي إن هي تدوب معايا وتختلط على طول معاه وتبقى سهلة جدًا. يالّا نزّلت كمان الكمية التانية من السكر، هابتدي بالخفق كده مستمر لحد لمّا أحس إن السمنة بتاعتي ابتدت إن لونها يفتح أو لونها يبقى أبيض كده، يعني يبقى لونها كريمي وقوامها كده تقيل شوية. هنشوف كله مع بعض واحدة واحدة بالتدريج. أبدأ الخفق كده مستمر، وبين كل مرحلة خفق والتانية أبتدي أنا أنزل الجوانب بالشكل ده عشان كله يختلط معايا ويديني نفس القوام. طيب أنا في المرحلة دي لو أنا ما عنديش مضرب كهربائي أعمل إيه؟ عادي أستخدم المضرب اليدوي، بس عايزة أقولك هياخد معاكي وقت طويل شوية، بس هتيجي نتيجة حلوة جدا إن شاء الله. تمام. هبتدي بقى الخفق كده مستمر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب هو انا ليه بستخدم هنا المضرب الكهربائي ده؟ السر اللي هو بتاع المحلات، علشان يخلي الغريبة كده معايا يبقى لونها فاتح والسطح بتاعها يبقى ابيض وكمان تبقى هشة وناعمة جدا. هو ده السر اللي بيخلي الغريبة بتطلع جميلة جدا بتاعة المحلات. يبقى انا كده قلتلك على السر التاني للغريبة. طبعا ما ينفعش من غير المضرب الكهربائي بصراحة. ومدة الخفق بتستمر لمدة 6 دقايق. ومن نجاح الغريبة لازم السكر بتاعي يبقى ناعم جدا، ولازم السمنة بتاعتي تكون ساقعة في التلاجة، يعني أطلعها كده بدرجة حرارة التلاجة. تمام. بصوا كده أنا خلصت خفق خلاص بالمضرب. ضربت فيها كذا مرة لحد لما بقت هشة وناعمة قوي بالشكل اللي شايفينه ده. وأول ما أمسكها كده بالسباتولا أحس إن هي تقيلة ما تنزلش بسهولة. تمام. ده القوام اللي احنا عايزينه. تعالوا بقى نشتغل على طول وناخد الدقيق بتاعنا. انا هنا هستخدم معايا نص كيلو من الدقيق، يعني 4 كوبايات من الدقيق. تمام. هاخد عندي كده عليه رشة من الملح، وبعد كده معلقة كبيرة ممسوحة من النشا. وهقولك النشا ليه. بصراحة النشا بيدي قوام جميل جدا للغريبة، غير ان هو بيخلي لونها فاتح، غير ان هي كمان بتبقى هشة قوي كده معايا وبتساعد ان هي تبقى ناعمة. تمام. دورها مهم جدا النشا. هاخد بقى المكونات دي بعد ما قلبتها مع بعض المواد الجافة، هبدأ ان انا انزلها على السمنة والسكر اللي احنا خلطناهم، انزلها عليهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب ايه هو نوع الدقيق الكويس اللي يجيب معايا نتيجة ممتازة في الغريبة؟ عندك دوبيلا، عندك الضحى، عندك الطحان. انواع حلوة جدا من الدقيق بتبقى خفيفة جدا وتبقى مناسبة قوي بالنسبة للغريبة بتاعتنا. بصوا كده هبدأ بالتقليب من تحت لفوق وأنزل الجوانب كمان بالسباتولا كده أو بالمعلقة. أحس إن هي ابتدت تعمل زي كور كده، هبتدي بقى إن أنا أعجن بإيديا علشان أحس بالعجينة أكتر. هنزل العجين اللي في الاسباتولا بتاعتي وانضفها كويس وابتدي بقى بالخلط اخلط كله مع بعضه. بصوا بقى خدوا بالكم هنا انا مش بعجن خالص، الغريبه ما ينفعش فيها العجن. بصوا بصوابع ايديا كده باطراف صوابعي هبدا ان انا اقلب، مجرد تقليب بس وخلط المكونات مع بعضها. اوعي موضوع العجن، موضوع العجن ده هيخليها معاكي ان هي بعد كده لما تيجي تكوريها او تشوفيها تلاقيها ان هي تشقق معاكي. احنا مش عايزين فيها عجن كتير. بصوا كده انا باخد من تحت لفوق، احس ان هي عامله زي الكوره كده شويه. بصوا هبتدي ان انا اختبرها وادوس عليها واشوفها كده.
أكورها هحس إنها بتفرول معايا كده، هي محتاجة تقليب تاني، لأن الغريبة لازم بتحتاج درجة حرارة الإيد عشان تتظبط معايا. تمام، فببتدي إن أنا أقلبها وأشوف جربت تاني نفس الحكاية. قلبتها بقى كلها مع بعضها كويس جدا بصوابعي، وبصوا كده ضغطت عليها وابتديت إن أنا أشدها كده بأطراف صوابعي أشوفها. عملية التشقيق ده هي كده تمام وكويسة جدا على فكرة، ما تقلقيش منها. دي الشكل ده اللي احنا عايزينه. بص اخد واحدة كده وادمجها بين ايديا، اديها درجة حرارة الايد. الغريبة لازم تاخد درجة حرارة الايد. هبص عليها واعملها كده فجوة من النص، هلاقيها مش بتشقق معايا. بصوا دي الطريقة اللي انت تختبري بيها قطعة الغريبة بتاعتك، طريقة سهلة وبسيطة جدا. تمام. اول ما اجي باخدها، بص عايزة اوريكم ان انا في الاول خالص بتقطع معايا. طيب ده مش معناه ان هي الخليط بتاع العجينة مش كويس او في حاجة مش مظبوطة، لا ابدا. مجرد ان انت بس بتقوريها كده، السمنة طبعا احنا حطيناها والسكر، تاخد درجة حرارة الايد تبتدي انها تتظبط معاكي. بصوا بالشكل ده، اتمنى تكون واضحة معاكم. يلا ناخد بقى للتزيين ونحضر معانا اللولي اللي هو بتاع الغريبة، وعندك سوداني وعندك كمان لوز. وكمان لو انت مش حابة ان انت تضيفي الحاجات دي، هقولك بطريقة بسيطة تعملي ايه، لان في ناس كتير جدا ما بتحبش تضيف عليها الحاجات دي خالص، بتحبها تبقى سادة، وده حسب الرغبة يعني. بصوا كده أنا خدت واحدة بين إيديا وابتديت إن أنا أدمجها بالشكل ده، يعني أديها درجة حرارة الإيد زي ما قلنا، وأكورها بس ما أدوس عليها قوي. وبعد كده اخد قطعة اللوز او المكسرات اللي انا عايزة اضيفها عليها، وانزلها عليها بالشكل ده، بس برضو مش هدوس عليها خالص، بالراحة جدا. هي بعد كده بتتماسك فيها اثناء التسوية. بصوا خدت واحدة تاني وابتديت ان انا ادمجها في ايديا كده، اديها درجة حرارة كف الايد، وبعد كده ابتدي ان انا اديها الشكل بتاعها واحط عليها قطعة المكسرات واكرر الموضوع وهكذا. طيب انا عايزة اعرف دلوقتي، لو انا وزنت الكورة ممكن تبقى حجمها قد ايه تقريبا؟ يعني ممكن لو حسبتيها كده بالجرامات، الكورة الواحدة ممكن تعمل 10 جرام، او ممكن لو حبة 12 جرام، بس بلاش اكتر من كده عشان بقى شكلها ما يبقاش وحش قوي. لان من الطبيعي اول ما بتدخل الفرن بيبتدي الحجم بتاعها يزيد، بس حاجة بسيطة قوي، عشان لما بتدخل الفرن بتاخد ليها قاعدة كده، وحجمها بيكبر حاجة بسيطة. بصوا كده ابتديت بقى ان انا احط اللوري وحطيت كمان السوداني، وقلنا التشكيل ده حسب ما تحبي وحسب اختياراتك. بص انا عايزه اقول لكم ان انا اول بدمجها كده بكفه الايد، بتطلع ليها زي كوره كده وجوزه من فوق. ده العادي. بعد كده هنزل عليها بقى قطعه السوداني اللي احنا حطيناها من فوق. بصوا بالشكل ده، بحاول اكرره كذا مره عشان تشوفوا الشكل عامل ازاي. انا هنا ما استخدمتش ميزان خالص في القطعه بتاعتي، لان خلاص انا مظبطه ايديا انا عايزه الحجم قد ايه، وعينيا بتحفظ خلاص باستمرار كده الحجم اللي انا عايزاه. طبعا الصينيه بتاعتي اللي انا بضيف فيها الغريبه ما بدهناش حاجه خالص، وبين كل واحده والتانية مسافه زي ما انتم ما شايفين بالحجم ده. اديها راحتها خالص عشان ما تلزقش كلها جنب بعضها. وعايزه اقول لكم كمان نراعي كويس جدا ان انا اول ما بشكل الواحده واحطها ما ينفعش ان انا احركها من مكانها، عشان ما بصمهاش وتاخد البصمه بتاعه الايد. تمام. بصوا بقى هنا انا عايزه اوريكم كمان في شكل اللي هو بتاع زمان كده وقديم، كنا بنعمله اللي هو بيكون نعملها كده دايره، وبعد كده نعمل عليها بصبعنا كده الصغير عشان نعمل لها فجوه من النص. دي الطريقه بقى اللي انا عايزه اقول لكم اللي هي سهله جدا، وعلى فكره ادت شكل حلو قوي قوي، وخلت الفجوه في النص كلها حجم واحد وشكلها اوضح. ده طبعا للناس اللي هي مش بتحب تضيف عليها لا لولي ولا تضيف عليها اي مكسرات من فوق. وبصراحه كانت طالعه حلوه جدا برضو، كان شكلها حلو قوي وطلعت جميله بصراحه. بصوا كده انا خلصت بقى الكميه اللي قدامي زي ما انتم شايفين، والحبه الاخيره دي اللي انا عملت فيها في الصينيه الصغيره. اللي انا عملته ده كله ما شاء الله اللهم بارك، من نص كيلو دقيق 4 كوبايات من الدقيق، ما شاء الله عملوا لي الكميه اللي انتم شايفينها دي. طيب عايزين نعرف دلوقتي تكنيك التسوية هيكون ايه. انا هسخن الفرن بتاعتي مسبقا واسيبها تدفى معايا، بس الفرن بتاعتي تكون هادية جدا، اقل حاجة عندك في درجة الحرارة. انا هنا استخدمت في الفرن بتاعتي 160 درجة. حطيت الرف ايه اللي هو فوق الوسطاني، يعني فوق الوسطاني بشوية اللي هو اقرب لفوق. تمام. واخليها في الفرن بتاعتي بتاخد لها تقريبا من 20 ل 30 دقيقة، وتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا ابتدت ان هي تاخد قاعدة ليها وتاخد الشكل بتاعها الممتاز. طبعا عايزه اقول لكم الغريبه ما بتاخدش لون ذهبي من فوق خالص ولا لون اصفر، هي بيبقى اللون بتاعها ابيض زي ما انتم شايفين كده. القاعده بتاعتها يا دوبك بتاخد حاجه بسيطه جدا، يعني ممكن نقول مثلا اللون اللي هو الاصفر الخفيف قوي. طيب انا عايزه اعرف ازاي ان هي استوت معايا او نضجت معايا في الفرن. بصوا هنطلع كده الصينيه ونشوف كده بطرف السكينه وهرفع كده حاجه بسيطه.
تمام، لو لقيتها خدت اللون اللي هي في القاعدة اللي أنتم هتشوفوه دلوقتي ده، يبقى كده خلاص هي استوت معايا، أو ممكن على فكرة مش شرط تاخد اللون ده، ممكن يبقى لونها أبيض ما فيش أي مشكلة، بس أنا ألمسها كده من على الجوانب ألاقيها بتبتدي إن هي تبقى طرية معايا شوية، دي خلاص هي استوت معايا. أطلعها بقى وأسيبها لحد لما تهدى خالص، وبعد كده هنلاقيها تمسك نفسها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبصوا ما شاء الله ناعمة قوي ازاي، رهيبة جدا جدا، مكوناتها كلها مظبوطة زي ما انتم ما شايفين كده، ما شاء الله اللهم بارك، طالعة جميلة جدا. طيب هو ممكن سؤال دلوقتي إن أنا دلوقتي أنا عايزة أضيف بيض أو بياض البيض في الغريبة، لأ هاقول لِك لأ ما تضيفيش بياض البيض، بياض البيض بينشفها، والغريبة معروف إن هي لازم تبقى ناعمة جدًا، اسمها غريبة يعني حاجة ناعمة، ما ينفعش إن إحنا نضيف فيها البيض أو ننشفها شوية، فدي مش مستحبة. طب أضيف أي مواد رافعة بيكنج باودر ولا أي حاجة، لأ ما بنحطش الحاجات دي خالص، الغريبة مجرد سمنة، سكر، دقيق. بُص أنا عايزة أوريكم هنا إن هي ناعمة جدًا، حتى بعد ما ابتدت إن هي بردت معايا أنا باضيفها دلوقتي في العلب، لقيتها إن هي طلّعت النعومة بتاعتها في إيديّا زي ما أنتم ما شايفين، ده معناه إن هي ناجحة جدًا ما شاء الله، طالعة حلوة أوي، أوي، والحجم الصغير ده ما شاء الله ممتاز. وبعد ما تبرد وأتأكد إن هي بردت تمامًا، أبتدي إن أنا أحفظها في علبة كده تكون محكمة الغلق. وعايزة أقول لكم ملحوظة مهمة جدًا، إن نوع السمنة اللي أنا باستخدمها هنا هي اللي هتأثّر في طعم الغريبة بتاعتي. وعايزة أقول لكم إن أنا هنا استخدمت سمنة نباتي عادي خالص، بس أنا لمّا ضِفت أسانس الحليب أثّر فيها أكتر، وإدّاها الطعم المرغوب بالنسبة لي، حتى الريحة بتاعتها أثناء التسوية كانت حاجة كده جميلة جدًا، جدًا. أتمنى إن أنتم تجرّبوها بنفس الطريقة دي وإن شاء الله تنجح معاكم، بس أهم حاجة زي ما قُلنا نضيفها في علبة تكون محكمة الغلق، وكل أمّا تحتاجي وتاخدي منها تقفلي العلبة كويس جدًا. وكل سنة وأنتم طيبين